جدل على السوشيال ميديا بعد حوار أمينة خليل ولميس الحديدي. حلق زارا يتحول إلى ترند. أثار مقطع فيديو جمع الفنانة أمينة خليل بالإعلامية لميس الحديدي على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحول الحديث عن حلق الأذنين إلى محور نقاش وانتقادات حادة. في التفاصيل، لاحظت لميس الحديدي خلال المقابلة ارتداء أمينة خليل قرطا لافتا وسألتها عن مصدره، لتجيب الفنانة المصرية ببساطة: من زارا، كلنا بنلبس زارا عادي، الأهم إن الشكل يكون لائق. ورغم بساطة الإجابة، أشعل المقطع مواقع التواصل، حيث اعتبر عدد من المتابعين أن السؤال كان سطحيا وغير ملائم لتغطية مهرجان فني بهذا الحجم، فيما رأى آخرون أن أمينة خليل عبرت بعفوية عن فكرة مهمة مفادها أن الأناقة لا ترتبط بسعر القطعة أو الماركة، بل بالتناسق والثقة في النفس. الناقدة الفنية ماجدة خير الله كانت من أوائل المهاجمين للمقابلة، ووصفتها بأنها عبثية ومهينة، معتبرة أن الحوار انحرف عن النقاش الفني إلى مواضيع تافهة لا تليق بمكانة الفنانة أو المناسبة. من جهتها، رد لميس الحديدي على الانتقادات في برنامجها، موضحة أن السؤال جاء في سياق ودي ضمن سلسلة من الأسئلة عن الإطلالات والموضة، مؤكدة أنها لم تقصد التقليل من شأن أمينة خليل، وقالت مازحة: أنا وأمينة عملنا ترند من غير ما نقصد. وبين مؤيد ومعارض، تواصلت التعليقات على منصات التواصل، لتتحول اللقطة القصيرة إلى نقاش أوسع حول دور الإعلام الفني، وحدود الاهتمام بالمظهر مقابل المضمون في لقاءات الفنانين، خاصة في زمن تصنع فيه الترندات من أبسط التفاصيل.